السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ السنة الثالثة إعدادي مسلك عام، مرحبا بكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا تصحيح ديال نموذج فرد محروس، الفرد الثاني الدورة الأولى. غادي نبداو مع المكون الأول، استرداد المعارف. السؤال الأول: اكتب صحيح أو خطأ أمام الاقتراحات التالية. على مستوى الأعضاء يمر ثنائي الأكسجين من الدم إلى الخلايا. على مستوى الأعضاء كنتكلموا يعني التبادلات الغازية التنفسية على مستوى الأعضاء. قال لك بأن ثنائي الأكسجين كيمر من الدم إلى الخلايا. إذا شفنا بأن الأعضاء كتاخذ الأكسجين من الدم، إذا هذا المنحى اللي عطاونا صحيح، إذا من الدم إلى الخلايا دونك صحيح. يتغير لون الدم حسب نسبة الغازات التنفسية التي يكون محملا بها. إذا الدم إلا كان غني كيف قلنا يعني بثنائي الأكسجين كيكون اللون ديالو أحمر فاتح، ولا كان غني بثنائي أكسيد الكربون كيكون اللون ديالو أحمر داكن. إذا كيتغير على حسب نسبة الغازات اللي كتكون فيه. إذا الاقتراح صحيح. ينتج الربو عن تضيق القصبات الهوائية وتراكم المخاط بها. إذا بالنسبة للربو، نعم، دونك هذا هو السبب أنه كيوقع تضيق ديال القصبات الهوائية. إذا التقلصات ديال العضلات موجودة على مستوى على سطح دونك القصبات الهوائية ما يؤدي إلى تضيقها، وكذلك هناك كيف شفنا يعني إفراز مفرط للمخاط على مستوى هذه القصبات يعني يؤدي إلى انسدادها. إذا اقتراح صحيح. السؤال الثاني: أعطي الاسم المناسب لأرقام الوثائق أسفله. إذا هنا كيف ما كتشوفوا عندنا رسم تخطيطي للوطاخة دموية. إذا رقم 1 هذا هو السائل اللي كيحتوي على الكريات الدموية، إذا بلازما. رقم 2 هذه كرية بيضاء مفصصة النواة. رقم 3 إذا هي عبارة عن كرية حمراء، كتشوفوا العدد ديالهم كتير، دونك هادو عارفوهم بأنهم الكريات الحمراء. ثم رقم 4 هذه عبارة عن كرية بيضاء كذلك ولكنها وحيدة النواة. فوالا. انتقل للمكون الثاني، الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي البياني. نشوفوا التمرين الأول: استهلك محمد خلال 24 ساعة الأغذية التالية: 80 غرام من البروتينات، 60 غرام من الدهنيات، 400 غرام من السكريات. أولا، احسب كمية الطاقة الإجمالية التي سيحصل عليها محمد من هذه الأغذية. إذا نذكر أن 1 غرام من السكريات والبروتينات والدهنيات يحرر على التوالي يعني 17 كيلو جول بالنسبة للسكريات، 17 كيلو جول بالنسبة للبروتينات، و 38 كيلو جول بالنسبة للدهنيات. إذا غادي نحسبوا الكمية ديال الطاقة الإجمالية انطلاقا يعني من هذه الأغذية المتناولة خلال يعني 24 ساعة. إذا بنفس الطريقة كنخوضوا شحال عندنا ديال السكريات. دونك بالنسبة للسكريات مثلا، أو نبداو بالبروتينات، عندنا 80 غرام د البروتينات كنضربوها في كل غرام كيحرر 17 كيلو جول، كنزيدو عليها 60 غرام ديال الدهنيات، كل غرام كيحرر 38 كيلو جول، زائد 400 غرام من السكريات، كل غرام يحرر 17 كيلو جول، وكنقسمو على 1 غرام وكنحصلو على 10440 كيلو جول. دونك هذه هي كمية ديال الطاقة الإجمالية اللي غادي يحصل عليها من هذه الأغذية. قصد معرفة مصير نواتج هضم السكريات داخل الأنبوب الهضمي لمحمد، تم إدخال مجس عن طريق الأنف لتتبع تطور نسبة السكريات داخل أنبوبه الهضمي، يمثل المبيان التالي النتيجة المحصل عليها. إذن هذه هي النتيجة المحصل عليها. عندنا دونك مبيان اللي كيبين لنا التطور ديال النسبة ديال السكريات يعني على مستوى الأنبوب الهضمي. إذا عندنا نسبة السكريات من 0 حتى 100%، وعندنا المسافة بالسنتيمتر بالنسبة للأنبوب الهضمي. دونك عندنا 0 يعني من الفم، وعندنا هنايا البداية ديال المعي الدقيق. دونك هذه هي البداية المعي الدقيق، وهنا طبيعة الحال كنتكلموا على المعي الدقيق، وهنايا قبل من المعي الدقيق يعني الفم، المريء، المعدة. إذا السؤال الثاني: ضع عنوانا مناسبا لمبيان. دونك هاد المبيان اشنو كيمثل لك؟ كيعطيك التطور ديالاش ديال النسبة ديال السكريات على ياش على الطول ديال الأنبوب الهضمي، على طول الأنبوب الهضمي. إذا العنوان اللي غنديرو هو تطور نسبة السكريات داخل الأنبوب الهضمي. ثالثا، صف تطور نسبة السكريات داخل الأنبوب الهضمي لمحمد.
اذا النسبه ديال السكريات غنديروا الوصف ديالها كيف ما كنشوفوا. دائما تنقسموا المبيان ديالنا على حسب التطورات اللي عندنا. اذا التطور الاول كنشوفوا او الجزء الاول اللي عندنا هو فاش كتكون النسبه ديال السكريات مستقره. من بعد الجزء الثاني هو فاش كتبدا النسبه ديال السكريات كتنخفض، يعني قبل المعي الدقيق كان هناك استقرار في النسبه ديال السكريات، وعلى مستوى المعي الدقيق تبدا نسبه السكريات في الانخفاض كيف ما كنشوفوا بشكل اللي هو تدريجي حتى انها يعني كتنعدم كتوصل النسبه ديالها 0%. إذا من الفم إلى بداية المعي الدقيق أو نقول قبل بداية المعي الدقيق كذلك نسبة السكريات مستقرة في 100%، بينما تنخفض بشكل تدريجي حتى تنعدم على مستوى المعي الدقيق. رابعا، بماذا تفسر تغير نسبة السكريات في الأم بلادم لمحمد؟ إذا هذيك السكريات اللي كنتكلموا عليها وكما شفتوا في الدرس بأنها يعني على مستوى المعي الدقيق كنعرفوا بأن يعني أغلبية ديال السكريات كيتم الهضم ديالها على مستوى المعي الدقيق. دونك النشا كيتم الهضم ديالها إلى مالطوز بواسطة يعني النشواز سواء يعني هنا كنتكلموا على النشواز البنكرياسي، ويعني ما تبقى أو مجموع المالطوز كيتم التحول ديالو أو الهضم ديالو إلى سكر جليكوز بواسطة أنزيم المالطاز اللي موجود في مختلف العصارات البنكرياسية. إذا هذاك السكر ديال النشا دونك غادي تهضم إلى جليكوز، وعلى مستوى المعدة الدقيق يتم امتصاص الجليكوز. داكشي اللي كنشوفوا هنا بأن النسبة ديال السكريات هناك اختفاء ديال السكريات على مستوى المعي الدقيق. هذا دونك يدل على أنه تم هضمها وتحولها إلى سكر جليكوز الذي تم امتصاصه على مستوى المعي الدقيق، وبالتالي ما يفسر انخفاض أو اختفاء يعني أولا الانخفاض يعني ديال نسبة السكريات وكذلك اختفائها. إذا على مستوى المعدة الدقيق يتم هضم السكريات بشكل كلي إلى جليكوز يتم امتصاصه، بما يفسر انخفاض تركيزها واختفائها بالمعي الدقيق. التمرين التالي يلعب الجهاز الدوراني دورا مهما في توزيع الدم على سائر أعضاء الجسم. تمثل الوثيقة 2 التالية نموذجا من مراحل الدورة القلبية. السؤال الأول، ضع الأسماء المناسبة أمام الأسهم الممثلة في الوثيقة. دونك هذه هي الوثيقة اللي عندنا كتمثل لنا مرحلة من المراحل ديال الدورة القلبية. إذا غادي نحاول نسميو هاد العناصر هذا، وكذا كيف ما كتشوفوا هذا عرق دموي، هذا هو الشريان الأبهر. إذا رقم 1 الشريان الأبهر، رقم 2 هذا عبارة عن شريان رئوي، ورقم 3 هذا عبارة عن بطين. واش بطين؟ دونك البطين الأيمن. ثانيا، حدد معلنا جوابك اسم المرحلة القلبية الممثلة في الوثيقة. هذه المرحلة هذه خصني نعتمد على ياش على الوضعية ديال الصميمات. إذا الصميمات الأذيبطينية اللي كتفصل ما بين الأذينتين والبطينين، هنا يعني ما بين الأذينة والبطين كنلاحظوا بأنهم منغلقين، في حين أن هذه الصمامات الشريانية سواء دي الشريان الأبهر أو الشريان الرئوي تنشوفوا بأنها مفتوحة، وهناك يعني التدفق أو قذف ديال الدم من البطينين نحو الشرايين. إذا هذا كيبين لنا بأن هذه المرحلة هي مرحلة الانقباض البطيني. لماذا؟ لأن الصميمات الأذيبطينية منغلقة والصمامات الشريانية مفتوحة، وقذف الدم من البطينين إلى الشرايين. ثالثا، أربط العضو اللي عندنا هو عضلة الفخذ بالقلب في الرسم مستعملا قلما أخضر وقلما أزرق للدلالة على لون الدم. إذا بالنسبة للدم الغني بالأكسجين غادي نمثلوه باللون الأخضر، والدم الغني بثاني أكسيد الكربون باللون الأزرق. إذا الدم الغني بثنائي الأكسجين هو اللي كيخرج من البطين الأيسر عبر الشريان الأبهر، حيث يعني يتم توزيع هذا الدم على أعضاء الجسم لكي يعني تستفيد من مواد القيد وكذلك يعني ثنائي الأكسجين. إذا غنمثلوه باللون الأخضر، غيمشي لعضلة الفخذ. من بعد هذه العضلة كتاخذ ثنائي الأكسجين وكتطرح ثنائي أكسيد الكربون، مما كيجعل هذاك الدم كيكون غني بثنائي أكسيد الكربون. إذا بالتالي كيتجه إلى الرئتين، دونك كيدخل الأذينة اليمنى عن طريق الوريد الأجوف السفلي، لأن هنا كيتعلق بعضلة الفخذ. إذا غادي نمثلوه باللون الأزرق،
فوالا هكذا يعني ربطنا ما بين القلب وعضلة الفخذ. إذا هذا الدم هذا اللي كيدخل الأذينة اليمنى هو اللي من بعد غادي يمشي يعني من خلال بعد مرحلة الانقباض البطيني الرئتي لكي يتخلص من ثاني أكسيد الكربون القادم من الأعضاء. ما هو الاسم الذي يطلق على هذا المسار الدموي؟ هذا المسار الدموي هو عبارة عن دورة دموية عامة لأنها تتم بين القلب وبين الأعضاء. إذا كاينة الدورة اللي كتكون ما بين القلب والرئتين كتسموها دورة رئوية. دونك هذه دورة عامة، دورة دموية عامة. التمرين الثالث والأخير، تبين الوثيقة 3 أسفله قيمة الضغط الجزئي للغازات التنفسية على مستوى الدم وعضو باء. أولا مثل معطيات الجدول على الرسم. أشنو مقصود؟ يعني نحددو على الرسم الضغط الجزئي ديال ثاني الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. إذا عندنا الجدول، عندنا المستويات. اش المستوى الأول؟ عندنا الدم الداخل للعضو هو هذا الدم الداخل، وعندنا العضو اللي هما الخلايا ديال العضو كيف مثلوا لنا بالخلايا، وعندنا الدم الخارج من العضو اللي هو هذا. اذا الدم نبداو بالدم الداخل. الدم الداخل الضغط ديال O2 PO2 هو 100 ملم دو ميركور، يعني هنايا غادي نكتبو 100، وبالنسبه ل PCO2 هي 40. اذا على مستوى الدم الخارج، عندنا PO2 40 وعندنا PCO2 46. وعلى مستوى خلايا العضو ها هما، دونك عندنا 38 بالنسبة لضغط ثنائي الأكسجين، وعندنا 47 بالنسبة للضغط ديال ثنائي أكسيد الكربون. حدد منحى انتشار الغازات التنفسية O2 و CO2 بتطبيق مبدأ انتشار الغازات. إذا مبدأ انتشار الغازات كيقول بأن الغازات التنفسية كتنتشر من الوسط ديال الضغط المرتفع للوسط ديال الضغط المنخفض. إذا بالنسبة للانتشار ديال O2 غادي يكون من الوسط ديال الضغط المرتفع اللي هو الدم الداخل إلى ماذا؟ الخلايا، خلايا الأعضاء، لأن الضغط فيها منخفض بالنسبة ل O2. وبالنسبة لل CO2 سوف تنتشر من الخلايا. لماذا؟ لأن الضغط على مستوى الخلايا مرتفع مقارنة بالدم الداخل. إذا ينتشر O2 من الدم الداخل إلى خلايا العضو، والCO2 من خلايا العضو إلى الدم الداخل، إذا أو إلى الدم. مثل بواسطة أسهم منحى CO2 بالأزرق و O2 بالأخضر على الرسم. إذا غادي نديرو هنايا بالأزرق بالنسبة ل CO2. إذا قلنا CO2 غيمشي من الخلايا للدم، و O2 من الدم إلى الخلايا درناه باللون الأخضر. إذا إلى هنا ينتهي هذا التمرين. أشكركم على انتباهكم، وإلى فيديوهات أخرى إن شاء الله. ننصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت